والله يا مكتب الشلم حيرنانا ذاته يعني. الأعداء أنا دائما آه الأيمن رسالتي كلها، دائما رسائلي كلها يا جماعة في الخونة والتوجيه للاستخبارات والغزو الخارجي. دي أكتر الرسائل حقاتي. يعني حتى يا معنا والله أقسم بالله سلاسة جنجويد الداخل الخرطوم ديل بقيت ما شغال بهم كتير ذاته، لأنه الناس ديل فقدوا السيطرة. فقدوا السيطرة عديل. زول لما نفقد السيطرة يا جماعة بجنب شايله الهلع. بجنب شنو؟ ماسكه الهلع. يعني الناس دي اصلا هسي ماسكهم الهلع رسمي. ماسكهم الهلع. يعني ناس امداداتهم الغالبيه انتهت، الامدادات بتاعتهم انتهت رسمي. والناس دي من خمسه سته تاتشيرات اربعه تاتشيرات كان بيمشي نسوي 20 تاتشير 30 تاتشير بيمشي نسوي. كان ابو ما شغالين، شغالين بعربات بتاعت مدنيين وشغالين بمواتر. يعني كده ناس شغالين احتيال هسه، بس شغالين قتلوا ذاك وسووا ذاك وسووا ذاك. يعني الموضوع ده قلت انا ما شغال به. لكن الناس دي بيعجزوا في الحرب دي لحاجه معينه، انتوا يا جماعه ما تكونوا خابرينها. الناس دي بيعجزوا بيطولوا في الحرب دي وبيندسوا في البيوت دي وبيطالبوا في الهدنات لاساس انه ياخروا الحرب ويقولوا الحرب طالت وايامها طالت. البرهان الحرب دي لو طالت التاثر بيجي عليك ورد الفعل بيجي عليك وخسارتها بتجي عليك يا سيد البرهان. الكلام ده كلام واضح انه التخطيط ده ما تخطيط بسيط. زي ما قلت لك وزي ما قال مالك عقار، سقط السودان سقطت افريقيا. ونحن بنقول لك اذا سقطت انت سقط السودان. والهدن دي كلها جايبينها لاساس انه يسقطك انت. خشش لك سلاح، خشش لك طيران مسير، تخشش لك. شوف نحن ما دايرين اي حاجه اسمها سكر دقيق وكلام اللي بيجيبوا فوق الناس ده ما دايرينه. يا اخي ما دايرينه. وحتى الليله قالوا لكم انتوا المبالغه اللي مالك عقار في المؤتمر الصحفي، المبالغه دايرينها كمها اللي بتبني السودان وبتظبط السودان. يا اخي احنا ما دايرينها. والله والله يا مع والله نحن اي هدنه والله بالنسبه لنا خساره. اي هدنه بالنسبه لنا خساره. والناس زي قاصدين ومشترين افريقيا دي كلها افريقيا دي اشتروها لاساس انه سقطوك انت يا البرهان وسقطوا الجيش السوداني. الكلام ده نحن ما بيجي وما دايرينه عديل بوش الباب. نحن ما دايرين نسقط، ما دايرين نسقط رسمي نهائي، ما دايرين نسقط. لأن التخطيط ده تخطيط ما شوية. الناس دي أصلا في خطتهم كلها العرب الجنجويد المرتزقة كلهم في أفريقيا كلها دايرين يجيبوهم السودان، يحتلوا السودان، وبعد السودان يغزوا جنوب مصر و... ويسرحوا يعني الجنوب الصعايدة والنوبيين كلهم يسلحوهم ويعملوهم حركة مسلحة ضد مصر ويفكفكوا الجيش المصري. يفكفكوا الجيش المصري رسمي. ناس دي كايسين يفكفكوا الجيش المصري. الرساله دي لو في ناس من مصر ودوها عليهم خلوها ذاتهم تنفجر في مصر، عشان انفجر ده على الاقل تكون عارفه وواعيه وكده. والناس ديل بعديها طوالي مباشره يا ادريس ديب ود ادريس ديب ده طوالي مهما عمل اصلا في النهايه حيشوتوا برا، حيشوتوا برا. لانه في النهايه بسلموه تشت اهله وبضربوا له اهله بودوه له نازحين هناك وكل فيهم يشرب فيهم. بعد شويه بشوتوه ذاته، بعد شويه وذاته بشوتوا برا. الجنجويد ديل بيحتلوا تشاد، يحتلوها ويحتلوها. ما هذا اي كلام. بس اعملوا لنا حسابها يا معلم. يعني الناس اللي بهربوا من قبيله الرشايده ديل، الناس اللي بهربوا من برسودان ديل عملوا لنا لهم حساب شديد. ناس ديل والله يا جماعه داعمين الدعم السريع ده، داعمينه دعم شديد بالتهريب، داعمينه دعم شديد. ناس تعمل حسابها وتقيف وقفه رجل ثابت ورجل قوي. ما دارين اي هدنه يا البرهان، ما دارين اي هدنه، ما دارين اي حاجه. جنجويد ديل يسحقهم بس، يسحقوهم سحق بس، غير سحق ما ينفعوا، ما ينفعوا
انا والله اكتر حاجه انه خايف، انا ما خايف الناس اللي في الخرطوم ديل خلاص. شفتوا الدبيب لما تضربه في راسه ما بقى يجوا لحظه يضنب ويتخبط بيضنب ويتخبط، ما معروف ضنبه ده يضرب بحديد يضرب بشوك يضرب بحاجه زي دي مو عارف. دي الناس الدعم السريع بقوا في الخرطوم كده بقوا يخبطوا صاي. لكن نحن الشيء الخايفين منه خايفين بس الناس التدخل اللي بيدخل في الجنينه، ركزوا عليه تماما. تركيز شم التركيز، شفت في الجنينه ده اهم حاجه. ولسه نحن غواتنا راقده وغوات الله راقده، كلهم راقدين وقاعدين، يعني ما دارين حاجه. الآن كلهم موجودين، الدبابين موجودين، المجاهدين موجودين، دبابين ومجاهدين لسه ما تحركوا في السودان ده. لسه السودان دي ما جو حرروها، لسه شغالين في الجيش بس 20%، شغالين في الجيش 20%. ولسه هي دي لو دارين نجيب الجيش كله ولا دارين نجيب الدبابين كلهم ودارين نجيب المجاهدين كلهم، اقسم بالله نخش عليهم بالبيوت، اقسم بالله نخش عليهم بس نمسكهم تمسك سواسيهم، نمسكهم تمسك السواسي واللي بقوا رجال اللي طلعوا في الشوارع دي. عديل اللي بقوا رجال، اللي بقوا زار جيش السوار ما كانوا بقابلوا البرهان ده عديل كده يقولوا ناس القياده العامه، هن اللي بقوا رجال اللي يقولوا دايرين ناس القياده العامه بسلاحهم ما دايرين يصلوا للقياده العامه. ها ما قادرين يصلوا رسمي. انتوا موضوعكم خلاص انتهى يا جنجه، يا جنجه يا مرتزقه، موضوعكم انتهى هاي. لكن نحن الحذر ثم الحذر يا مع من هناك. وبعدين اقول لكم اقسم بالله ثلاثه يا شباب دارفور كلهم، شباب دارفور مش نحن كلنا فيديوهاتنا بنحكي عن الجنينه، اقسم بالله ثلاثه شباب دارفور عامه. والرساله دي اكيد المقطع ده اخر الرساله وما حيسمعوا زول من دارفور، لكن نتمنى من اي واحد يوصل الكلام الدار اقوله في شباب دارفور ده. اقسم بالله شباب دارفور ناسكم في الحركات المسلحه ناس جبانين وخوافين كلهم، ناس كلهم ما رجال، لانه باعوا البلد، باعوا البلد، باعوا البلد وبعاينوا حاليا كلهم بعاينوا بانه النازحين دين نازحين اهلهم. والله بالله سلاسل العمد والشرطايات والنظارات والحركات المسلحه لو بقيتوا تتبعوهم يا شباب دارفور قسم بالله سلاسه يمرقوكم فيها افريقيا الوسطى كلكم تفوتوا، البلد دي ما تقعدوا فيها الا انتوا تبقوا يد واحده ويد شباب وعديل، تقعدوا في بلدكم وتحموا بلدكم ويشيلوا لكم سلاح وتحموا اي زول يحمي عرضه وعرضه. اقسم بالله سلاسه ما تبقوا كده، اقسم بالله تشك في بريطانيا يلقى اهله في افريقيا الوسطى كلكم تفوتوا من البلد دي. والتحيه لكم وجزاكم الله خير.